لاعب صنع تاريخ ميسي وكريستيانو، الأرجنتيني القاتل ذو الوجه الملائكي آنخيل دي ماريا. اللاعب اللي دايما في الظل، اللي دايما بيشيل وعمره ما طلب يبان، اللي عرف قيمته كل عاشق كورة، بس لما تيجي تعد الأساطير اللي شفناهم آخر 10 سنين بتنسى اسمه. هو قدره كده يكون صاحب البطل اللي دايما موجود بس عمره ما كان في الصورة. تعال بقى احكي لك عن الارجنتيني الساحر دي ماريا. لو ما تعرفش غير انه اشول ولعب في ريال مدريد يبقى فايتك كتير. اسمه الكامل آنخيل فابيان دي ماريا هرنانديز. اتولد يوم 18 فبراير سنة 88 في روساريو الأرجنتين، وسط بيت بسيط جدا. أبوه اسمه ميجيل وأمه اسمها ديانا، وليه أختين. من صغره كان حركي جدا، والدكتور نصح أهله يدخل رياضة تطلع طاقته وشقاوته، مش ناقصين شقاوة في البيت. كان عنده 3 سنين لما بدأ يلعب كورة، وسنه 4 سنين دخل نادي روساريو سنترال. رغم ان حالتهم المادية كانت صعبة شوية زي امريكا الجنوبية كلها، كان بيشتغل عشان يوفر تمن جزمة كورة، لكنه كمل واستمر لحد ما لعب اول ماتش مع الفريق الاول في ديسمبر 2005. كان عنده وقتها 17 سنة. سجل اول اهدافه في نوفمبر 2006 وبقى اساسي بعدها. اتألق مع الشباب، وفي كأس العالم للشباب 2007 لفت أنظار أوروبا وسجل في النهائي. فتعاقد بنفيكا معاه ب6 مليون يورو زادت ل8. هناك دي ماريا شاف كرة حقيقية وبدأ يلمع أكتر. مارادونا قال عنه إنه هيبقى لاعب تاريخي، وفعلا تألق في الأولمبياد وسجل هدف الفوز. ورغم تجديد عقده مع بنفيكا، مورينيو حاول يجيبه للإنتر لكنهم رفضوا، بس الريال ما قدروش يرفضوه. نقل لريال مدريد ب36 مليون يورو، وهناك انطلق دي ماريا وانضم الجيل الذهبي فيه كريستيانو وأوزيل وبنزيما. مورينيو كان فاهمه وعرف يستخدمه صح. دي ماريا في الريال كان ليه دور كبير جدا في الفوز بكأس الملك على حساب برشلونة، وساهم في الموسم دوري 2012 التاريخي. لكن كان دايما ناقص حاجة، دوري الأبطال، لحد ما جه أنشيلوتي ودي ماريا غير مركزه بقى لاعب وسط هجومي متحرر. كان نجم نهائي العشرة وساهم بشكل أساسي فيها. بعد الأداء دوت طلب زيادة، بس بريز كان له سياسة واضحة. فلوس؟ لا، آسف. فباعوا له اليونايتد، واليونايتد دفع فيه 75 مليون يورو وأخذ الرقم 7. لكن جه فنسال وعداوة معروفة مع لعيبة الأرجنتين، والنظام الدفاعي مساعدوش، فرجع تاني خطوة وقرر يمشي. في سنة واحدة مع مانشستر يونايتد لعب 32 ماتش، سجل 4 وصنع 12. هي أرقام مش وحشة، لكن الأجواء مساعدتش، خصوصا إن اليونايتد كان في بداية الانهيار. باريس سان جيرمان دخل على الخط ودفع 53 مليون يورو، ومن هنا بدأت أجمل فترات. ومع باريس لعب 295 مباراة، سجل 93 وصنع 119. دي ماريا الملاك ذو الوجه الملائكي بقى ماكينة أهداف وسفاح قاتل في الهجوم. بس مع كبره باريس قرر يودعه وراح ليوفنتوس. لعب شوية، سجل هدف سنة 4، لكن في النص سجل هدف ذهبي قدام البرازيل في الكوبا، وسجل كمان في نهائي المونديال، وكان دايما في المواعيد الكبرى. دي ماريا لاعب فريد، عمره ما سعى يكون نجم الشباك، لكنه دايما البطل الصامت اللي وجوده بيحسن، واللي هيفضل دايما محفور في سنترة الكورة. لاعب دايما في الظل، دايما شايل وعمره ما طلب يتشاف. كل مرة بيكسب فريقه بيسيب غيره ياخد الكاميرا وخد التسقيف والسكسي. لكن أنا هفضل صاحب البطل، الصديق الوفي، راجل اللي عمره ما ندم إنه مش في الصدارة، لكن دايما أنا السبب في وصولها. وشي بيقول عليا ملاك، لكن أنا قاتل متسلسل في الملعب. أمسك الكورة أهين أي مدافع،
دايما الكورة معايا، الخصم بيقول استر يا ستار، استر يا رب. أنا ساعدت ميسي في الحصول على المونديال، ساعدت كريستيانو في الحصول على دوري الأبطال، من غيري ميسي وكريستيانو هيفقدوا الكثير من تاريخهم. من الممكن الناس تقول إن أنا محظوظ إن أنا لعبت جنب كريستيانو وجنب ميسي، لكن أنا بقول إن ميسي وكريستيانو محظوظين إنه لعبوا جنب أنخيل دي ماريا ساحر الأرجنتين.